اليومين اللي فاتوا وبعد 18 سنة من الصراع بين حركة فتح وحركة حماس، أخيرا المقاومة الفلسطينية وافقت إنها تقعد على طاولة مفاوضات واحدة عشان تحل الخلافات اللي بينهم. لأول مرة حركة فتح وحركة حماس على كلمة راجل واحد ضد إسرائيل بعد ما كانوا مدورين الضرب في بعض على مدار السنين اللي فاتت. وهنا تظهر شوية أسئلة: مين اللي قدر يقنع فتح وحماس إن القضية الفلسطينية مش هتتحل إلا لما تبقى المقاومة الفلسطينية على قلب راجل واحد؟ ويا ترى كان إيه سبب الخلاف بين حركة فتح وحركة حماس من الأساس؟ وليه اتفاق فتح وحماس يعتبر ضربة لإسرائيل وبداية لحل القضية الفلسطينية؟ هجاوبك على كل الأسئلة، بس خليك مركز معايا. في البداية كده المخابرات المصرية اليومين اللي فاتوا جابت حركة فتح وحركة حماس وقالت لهم: بصوا يا جماعة الخير، من الآخر كده ولا هيكون في حل للقضية الفلسطينية ولا هيكون في نهاية لحرب غزة إلا إذا كل واحد فيكم ركن كل الخلافات والمشاكل على جنب واتفق مع التاني. وبعد مفاوضات كتير بين الأطراف الثلاثة، المخابرات المصرية من ناحية وحركة فتح وحركة حماس من ناحية تانية، يتم الصلح بين فتح وحماس عشان ترجع المقاومة الفلسطينية تجتمع على كلمة راجل واحد بعد 18 سنة صراع محدش استفاد منه غير دولة الاحتلال. أنا عارف إنك مستني تعرف إيه هو سبب الخلاف بين حركة فتح وحركة حماس. أحب أقولك إن حركة حماس اتأسست سنة 1987، ومع بداية حركة حماس بدأت المشاكل بينها وبين حركة فتح، وده لأن مبدأ حركة حماس: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن مفيش طريق لإقامة الدولة الفلسطينية غير بالجهاد المسلح. أما حركة فتح فمبدأها إقامة الدولة الفلسطينية بالطرق السلمية والمفاوضات، وشايفة إن العمليات العسكرية اللي بتقوم بيها حركة حماس إسرائيل هتستغلها وهترفض إقامة الدولة الفلسطينية وهتنسحب من كل المفاوضات. وفي سنة 2007 تنفذ حركة حماس انقلاب عسكري على حركة فتح وتنجح في السيطرة على قطاع غزة. حركة حماس كانت بتقتل عناصر حركة فتح وتسحلهم في الشوارع لمجرد انها عايزة تسيطر على حكم قطاع غزة. وبعد ما نجحت حماس في السيطرة على قطاع غزة، بقت المقاومة الفلسطينية متقسمة ما بين حركة فتح واللي بتحكم الضفة الغربية وحركة حماس اللي قدرت تسيطر على الحكم في قطاع غزة. ومش محتاج اقولك ان اسرائيل كانت اكتر المستفيدين من الانقسام اللي حصل في المقاومة الفلسطينية، وفضلت واقفة تتفرج على حركة فتح وحركة حماس وهم مدورين الضرب في بعض. ده غير ان اسرائيل استغلت العمليات العسكرية اللي بتنفذها حركة حماس لتنفيذ مخططاتها في الاستيلاء الكامل على اراضي فلسطين. مش مكفيهم كل الاراضي اللي احتلوها وعايزين يبلعوا باقي فلسطين. والدليل على كلامي الحرب اللي لسه دايره قدام عينيك لغايه دلوقتي في غزه. وبصراحه انا لو مكان اسرائيل، وده بعد الشر يعني، هموت من الفرحه. المقاومه الفلسطينيه اتقسمت، وبدل ما يدوروا الضرب فيا مدورين الضرب في بعض. مفيش احسن من كده خدمه تقدر تقدمها لاسرائيل، لدرجه ان اسرائيل لما كانت بعض الدول بتضغط عليها عشان اقامه الدوله الفلسطينيه، اسرائيل كانت بتتحجج بالصراع اللي داير بين فتح وحماس، وبتقول لما المقاومه الفلسطينيه تقعد مع بعض وتتفق ابقى انا كمان اقعد معاهم واتفاوض. وعشان كده الصلح اللي قدرت تعمله المخابرات المصريه برعايه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتبر اكبر ضربه لدوله الاحتلال وبدايه حل القضيه الفلسطينيه. وده لان الصلح اللي حصل بين حماس وفتح برعايه مصر مش هيكون بسببه عند اسرائيل اي حاجه تقولها للمجتمع الدولي لما يتم الضغط عليها لوقف الحرب وحل القضيه الفلسطينيه. اسرائيل كانت عايزه ان الوضع يفضل على ما هو عليه والخلاف بين فتح وحماس يستمر للابد. لكن وبعد ما مصر دخلت على خط المفاوضات كل المعطيات اتغيرت. دلوقتي ممكن حركه فتح وحركه حماس يعملوا حكومه مشتركه لحكم قطاع غزه بعد نهايه الحرب. ده غير ان المقاومه الفلسطينيه بعد تصفيه الخلافات اللي بينهم هتزيد قوتها في مواجهه العدو الاسرائيلي، وهتكون بدايه لاقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه.
والسؤال هنا لحضرتك، تفتكر الصلح اللي حصل بين فتح وحماس هيستمر ولا هما كام يوم وهيدوروا الضرب في بعض من تاني؟